السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال التحضير ديال لي شناك مالحين بواحد الحشوه اقتصاديه. طريقه جد سهله وبسيطه، واللي مهم في هادشي كامل هو واحد العجينه رائعه، عجينه سحريه كتحمقني وكتعجبني، وهانتوما غادي تكتشفوا معايا بانها ممكن تصلح لكم لاي حاجه من الفطائر اللي كنستعملوا في رمضان. غادي نبدا. اول حاجه غادي ندير الخميره تفاعل. عندي هنا 2 معالق كبار ديال الخميره حبيبات. غادي نديرو معاها معلقه كبيره ديال السكر سنيده اولا سكر حبيبات مع كاس ديال الحليب دافئ، ما يكونش سخون بزاف، يكون غير دافئ، ونخليو الخميره جانبا تفاعل. في هذه الاثناء هذه غادي ندوزو نغربلو 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض، يكون من نوعيه جيده. غادي نديرو هاد الحفيره هذه في الوسط. بالنسبه للكاس اللي كنعبر به راه كبر شويه من الكاس ديال العنبه، يعني تقريبا عندي هنا 600 غرام ديال الدقيق بالنسبه للناس اللي تيبغيو العبار بالغرام. درت الملحه. غادي نقسم العجينه بشويه ديال الثومه بودره، ودرت معلقه ديال الحليب بودره. هذا من المحسنات ديال العجينه بامتياز. درت شويه ديال الخميره ديال العجينه. كيف كنوصيكم دائما غربلوها لانها تتكون محببه على حساب الرطوبه. هنا الخميره من بعد ما تفاعلات غادي نعاود نحركها باش ما يكونوش فيها تكتلات وما يكونش فيها كويرات، وغادي نخويها حتى هي مع باقي المكونات. لو تجربوا يا البنات هاد العجينه هذه غادي تعجبكم بزاف. انا كون لقيت نبدا نستعملها يوميا في الفطائر وفي الوصفات الرمضانيه، لانها عن جد عجينه سحريه. هذا الكاس الثاني ديال الحليب بطبيعه الحال حتى هو دافي. غنعاود نشلل ديك الزلافه باش ما نضيعش في الخميره اللي بقات لاصقه ليا في الجناب. ومن بعد غادي نخلط العجينه ديالي. بان ليا بان غادي نخدم العجينه باليد احسن باش نحس بها كيفاش دايره في القوام ديالها. غادي نجمع العجينه. هذا العبار هذا اللي عطيتكم راه دقيق جدا، يعني عندنا 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق كنجمعوها اولا كنعجنوها بجوج ديال الكيسان ديال الحليب. الكاس الاول راه حنا درناه مع الخميره حتى تفاعلت، ومن بعد الكاس الثاني راه ضفناه فاش بدينا كنعجنو. من بعد ما جمعت العجينه ديالي وحسيت بها، يعني ندمجوا المكونات مع بعضياتها، غادي نضيف نص كاس ديال زيت المائده. ممكن نعوضوه بالزبده الا بغيتو على حسب اللي متوفر عندكم واللي كتفضلوه. انا هنايا خدمت بالزيت حتى هي راه كتجي مزيانه. كنبقى كندلك في العجينه بحال هكا حتى كتجمع، ما كتبقاش تلصق في اليدين، لان في الاول كنكونوا حاسين بالعجينه خفيفه بزاف، كنصبروا معها ما حدنا حنا كندلكوها وهي كتنشف. الكميه كيف غادي تشوفوها غادي تضاعف لجوج ديال الخطرات. غادي ندهنها وغادي نخليها مغلفه بالسلوفان وواحد المنديل نقي، ونخليها جانبا غير حدايا هنايا بدما كنوجد العماره. بالنسبه للعماره اليوم انا اختاريت نديرها ساهله باش تكون في المتناول ديال الجميع. عندنا هنايا الفلافل بالالوان، درت الحمراء ودرت الخضراء والصفراء الا كانوا متوفرين. الا ما كانوش متوفرين نقدروا نديروا غير وحده. وغادي ندير معهم حبه واحده من الطماطم اولا مطيشه، حيدنا لها القشره وحيدنا لها الزريعه وحيدنا لها ديك الميها باش ما تفسدش لينا العجينه. غادي ندير معها ايضا جبنه الفيتا. هاد الجبنه هذه كتبقى ناشفه. الجميل فيها هي انها ما تطلقش الماء وما تذوبش، وكتعطي واحد المذاق لذيذ لهاد الطبق هذا او لهاد الوصفه هذه. غادي نديرو بطبيعه الحال شويه ديال الملحه. غادي نعاود ننسم بالثومه، وغادي ندير المعدنوس ميبس. ممكن نعوضوه بالمعدنوس طري الا بغينا، وممكن ايضا نضيفوا اي اعشاب منسمه بغيناها. زيت الزيتون بطبيعه الحال كندير واحد النقيطه باش كنسمو بها، ما نكتروش لان خص الحشوه تبقى لداخل. من بعد ما خلينا العجينه تقريبا ساعه ديال المكانه، كتشوفوا بان الحجم ديالها تضاعف، فغادي نحاولوا نديغازيوها شويه، نحاولوا نحيدوا من هذاك الهواء. غير شويه ديال الحركه بحال هكا نديوها ونجيبوها، يعني ما نكتروش صافي، باش من بعد ندوزو مباشره للعمليه ديال التوريق. هنايا خديت شويه ديال الدقيق حطيته فوق سطح العمل، وغادي نورقوها دفعه واحده، يعني باش نسهلوا الخدمه كلها مره واحده. غادي نحاولوا نستعنوا بالمدلك، نسرحوها وتكون العجينه رقيقه. مره مره نطلوا واش الدقيق كافي، لانها كتكون شويه بحكم انها هي خفيفه كتبدا كتلصق لينا. الا شفنا بانها لصقت لينا على سطح العمل بطبيعه الحال نستعنوا بشويه ديال الدقيق. مره مره نديروا واحد الكميه قليله حتى نتوصلوا لهاد النتيجه هذه. كتشوفوا تقريبا بانني خليت فيها اقل من نص سنتيم. غادي ناخذ الحشوه ديالي اولا العماره اللي وجدت،
بالنسبة للعمارة ما تحمقوش راسكم، يعني هاد العمارة هادي كانت اقتراح، ممكن ديروا أي حاجة بغيتوها لداخل، ممكن تزيدوا حاجات وتنقصوا حاجات على حساب اللي نتوما كتبغيوه واللي نتوما متوفر عندكم، ديروا الزيتون، ديروا البصلة، ديروا البصلة الخضارية، ديروا طون، ديروا كفتة، ديروا أي حاجة عجبتكم على أيين. هاد الفكرة هادي أنا غير اقتراح وبغيتها من بعد نتوما تطوروها بالطريقة ديالكم وتشاركوها معايا أيضًا في التعاليق. الاقتراحات ديالكم كيعجبني أنني نسمعهم نعاود نجربهم حتى أنا في البيت ديالي. المهم غادي نحاول نسرحها بحال هكا مزيان ونفرقها بطريقة متساوية باش تجي كلها مقادة ونفس الكمية. صافي دابا وغادي نبدا نقطع بالقطعة ديال البيتزا هاد الاشرطة هادي، وباش غادي نبدا نلوي باش نحصل على دوك لي شناك. كاينه هاد الطريقة هادي ديال التقطاع ديال القطعة ديال البيتزا، ممكن ايضا نلويو كلها العجينة في مرة ومن بعد نديرو العملية ديال التقطاع بالخيط حتى هي كتجي مزيانة. غير انا سهلتها عليكم بهذه الطريقه هذه غادي تجي احسن. تقريبا العرض ديال العجينه كندير فيها 2 سنتيم حتى ل 3 سنتيم على حساب نتوما اللي بغيتو. هي راه ملي كنعاودو ملي كنجمعوها راه حنا كنعاودو نضغطو عليها بالاصابع باش كنعاودو نقرصوها باش كتجي شويه رقيقه على هكا. يعني خليو العبار فين تقرص العجينه كيف كتشوفوا معايا. هي راه كتكون خفيفه وهشيشه بزاف، كتبغي شويه الخاطر. الا جا بلا شفتوا العجينه شايطه من الجناب وما فيهاش العمره، من الاحسن حيدوها باش ما تجيكمش مدقسه وما تجيش لداخل ديال لاشنيك خاويه. غير هو ملي نكونوا كنروليو بحال هكا العجينه نخليو يدينا تكون شويه مرخوفه باش كنخليو العجينه ليسباس فين تخمر وفين تزيد تضاعف الحجم ديالها. بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يديروها اصغر من هكا، ملي تورقوا العجينه كلها بحال هكا فوق سطح العمل قسموها على جوج، بداو تلويو النص الاول حتى يتجمع ومن بعد ديروا النص الثاني غادي يجيوكم لشناك اصغر من هكا. انا عجبوني هكا بالشكل الكبير. العرض ديال العجينه كيف كتشوفوا معايا فيه 2 سنتيم حتى ل 2 سنتيم ونص. صافي غادي نبقى بحال هكا مستمره حتى نكمل طي اولا نرولي هاد العجينه كامله ومن بعد ندوزو للمرحله المواليه. المنظر ديالها صراحه بهاد اللوينات هادو كيشهي. انا هنا كلمسه اضافيه جماليه غادي ندير ليها الجنجلان من الجناب. هذاك العجينه البيضاء كتبقى من الجناب بحال هكاك غادي نغطسوها اولا غادي نحاولوا ندوروا فيها العجينه ونحطوها مباشره في اللاطه ديال الفران. هاد الاضافه ديال الجنجلان من غير انها كتزيد المنظر كتزيد حتى المذاق كيجي زوين وكيتواتى بواحد الشكل غريب مع الفلفله. غادي ناخذوا صفار بيضاء نديروا معاه قطرات ديال الخل وغادي ندهنوا الوسط ديال العجينه باش يجينا محمر ويعطينا داك اللوين المذهب الزويون اللي كنعشقوا جميع. هاد الفطائر هادو دغيا تيوجدوا. انا غادي نسخن الفران مسبقا بطبيعه الحال على درجه الحراره 250 للفوق ولتحت، وغادي نديرهم يطيبوا ونقابلهم لان دغيا تيوجدوا. طريقه جد سهله. كنتمنى انكم تكونوا تبعتوا النصائح ديالي وتطبقوها حرفيا باش تصدق معكم. كيف ما غادي تشوفوا دابا انا غادي نحل معكم وحده وتشوفوها كيفاش كتجي قطنيه هشه خفيفه بزاف. هاد العجينه هادي من غير هاد لاشنيك هادي ممكن تستعملوها في بزاف ديال الحاجات بحال لي برجر لي ميني باغيت عامرين بالكفته اولا بحشوات مختلفه. كنتمنى تجربوا الوصفه وتردوا عليا في التعاليق. شكرا لكم على المتابعه والى حلقه مقبله ان شاء الله.